أعلنت الإعلامية سالي عبد السلام وفاة توأمها في بوست نشرته على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، وقالت قدر الله ما شاء فعل. وكتبت وقالت يا رب فقدت أغلى مالية بعد سنتين انتظار، التوأم اللي كان نفسي فيهم أوي يا رب، الحمد لله على نعمة الأخذ بعد العطاء. وهي عبارة حزينة دونتها سالي عبد السلام، معبرة من خلالها عن حزنها الشديد لفقدانها توأمها بعد طول انتظار وصبر. ووجهت سالي عبد السلام نصيحة قالت فيها بيقولوا اوعي تقولي انك حامل وخافي من العين، واي كلام في الموضوع ده بالذات ما قلتش وبرضه ما حصلش، كلنا تعبنا وبنتعب ومحدش بيحس ومحدش طلب منك تحس، بس الرحمة. وقالت ان هي مش مسامحة اي حد قال لها في وشها او من وراها ان هي مش عايزة تخلف علشان خايفة على جسمها وعلى شغلها، ودي طبعا عمرها ما كانت حقيقة، وهي ما كانتش بتحب ترد على اللي بيقول لها كده. ونشرت سالي صورة ليها وهي قاعدة على سجادة الصلاة تعبير منها على صبرها. ونشرت كمان مقولة للشيخ الشعراوي وهو بيقول إذا أخذ الله منك ما لم تتوقع ضياعه فسوف يعطيك ما لم تتوقع تملكه. وبكده خلص الفيديو اللي معانا، بس ما ننساش كلنا ندعي للإعلامية سالي عبد السلام إن ربنا يعوض عليها ويرزقها بتوأم خير منهم.